خليني اقول لك انه قبل انطلاقه منافسات كاس العالم لكره القدم لاول مره في سنه 1930 ما كانش فيه بطولات بتتلعب على مستوى العالم غير بطوله واحده بس، اللي هي بتعتبر اقدم بطوله في العالم، والبطوله اللي عملتها قاره امريكا الجنوبيه لمنتخباتها علشان يلعبوا ما بينهم وما بين بعض، وهي بطوله كوبا امريكا، واللي انطلقت في سنه 1916 علشان تكون هي اقدم بطوله في العالم على مستوى كره القدم. بعدها بقى انطلقت منافسات كاس العالم في سنه 1930، وبعد كاس العالم ما انطلق جت القاره الثانيه اللي عملت بطوله لمنتخباتها وهي قاره اسيا، لما انشأت واطلقت كاس الامم الاسيويه في سنه 1956، ومن بعدها بقى جت قاره افريقيا في سنه 1957، وقاره اوروبا في سنه 1960، وقاره امريكا الشماليه لما اطلقت الكاس الذهبيه او الكاس المتعلقه بمنتخبات امريكا الشماليه في سنه 1963. في حلقه النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن كاس الامم الاسيويه بصوره عامه، هنقول ابرز الارقام وهنتكلم عن ابرز المحطات اللي مرت بيها كاس الامم الاسيويه، وزي ما عملنا حلقه عن كاس الامم الافريقيه هسيب لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، بنعمل النهارده حلقه عن كاس الامم الاسيويه بصوره عامه، وبعد كده ان شاء الله هنبقى نمسك بطوله بطوله بالتفصيل نتكلم عنها بشيء من التفصيل. يلا بقى تعالى معايا، شد حزامك وخد نفسك العميق، ويلا تعالى بينا ندخل في التفاصيل. طيب صلي بينا على النبي بقى وتعالى ركز معايا. خليني اقول لك ان بطوله كاس الامم الاسيويه زيها زي اي بطوله قاريه، هي اهم بطوله عند الاتحاد بتاعها، يعني زي ما كاس الامم الافريقيه كده هي اهم بطوله عند الاتحاد الافريقي لكره القدم، فبطوله كاس الامم الاسيويه هي اهم بطوله عند الاتحاد الاسيوي لكره القدم، واهم بطوله في رزنامه البطولات اللي عند الاتحاد الاسيوي لكره القدم. خليني اقول لك برضو انه كاس الامم الاسيويه بتتلعب كل 4 سنين منذ انطلاقتها في سنة 1956. خليني اقول لك برضو انه زمان اول ما البطولة ابتدت كان بيتأهل صاحب اللقب، البلد اللي اخذت اللقب يعني، للبطولة الجديدة، بيتأهل على طول للبطولة الجديدة مع صاحب البلد المستضيف اللي هيستضيف البطولة الجديدة. لكن حاليا وفي النظام الجديد للبطولة بيتأهل اصحاب المراكز الثلاثة في البطولة الماضية بيتأهلوا مباشرة للبطولة الجديدة مع صاحب البلد المستضيف. وعلشان تبقى عارف برضو خليني اقول لك ان البطولة كانت بتتلعب من ساعة ما انطلقت في السنين الزوجية. احنا قلنا ان اول بطولة اتلعبت كانت في سنة 1956، وفضلت البطولة تتلعب كل 4 سنين في السنين الزوجية لغاية ما وصلنا لبطولة 2004 واللي كانت في الصين. المفروض بقى ان البطولة كانت في 2004، البطولة اللي بعدها تبقى في كام؟ بالظبط 2008. ولكن بسبب كثرة الأحداث الرياضية اللي كانت موجودة في سنة 2008 واللي كان على رأسها بطبيعة الحال دورة الألعاب الأولمبية واللي كانت في الصين في آسيا، تم تقديم ميعاد البطولة سنة عشان تتلعب البطولة في سنة 2007، ومن ساعتها والبطولة بدل ما كانت بتتلعب في السنين الزوجية بقت بتتلعب في السنين الفردية، يعني 2007 2011 2015 وهكذا وانت ماشي. وبما اننا اتكلمنا عن بطولة 2007 فخلينا اقول لك برضو ان بطولة 2007 كانت دي اول بطولة تشارك فيها استراليا بعد ما انضمت رسميا للاتحاد الاسيوي لكرة القدم في سنة 2006. خد برضو عندك المعلومة دي، انه دولة الاحتلال الصهيوني كانت بتشارك في المسابقات اللي بينظمها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، ولكن في اوائل السبعينات تم طرد دولة الاحتلال الصهيوني من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وراحت انضمت بعد كده للاتحاد الاوروبي لكرة القدم. البطولة لغاية وقتنا الحالي اتلعب منها 17 نسخة من سنة 1956 لسنة 2019 اللي فاتت في الإمارات. خليني بقى أقول لك بقى ال 17 بطولة بشكل سريع كده اتلعبت فين ومين المنتخب اللي حقق اللقب في البطولة دي. يعني في البداية كده في سنة 1956 وأول بطولة اتلعبت في دولة هونج كونج، واتلعبت بمشاركة 4 منتخبات، وقدر منتخب كوريا الجنوبية إنه يحقق اللقب الأول في تاريخه واللقب الأول لكأس الأمم الآسيوية. بعد كده البطولة اللي بعدها في سنة 1960 اتلعبت عند البلد صاحبة اللقب كوريا الجنوبية في أرضها بمشاركة برضو 4 منتخبات، وقدر المنتخب الكوري الجنوبي إن هو يحقق اللقب الثاني على التوالي واللقب الثاني في تاريخه علشان يبقى أول منتخب في تاريخ قارة آسيا اللي يحقق اللقب مرتين ورا بعض. البطولة الثالثة كانت في سنة 1964 في دولة الاحتلال الصهيوني، واللي زي ما قلت لك من شوية كانت بتشارك في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. اتلعبت في دولة الاحتلال الصهيوني بمشاركة 4 منتخبات، وقدر منتخب الاحتلال الصهيوني
الصهيوني ان هو يحقق اللقب الاول والوحيد في تاريخه في كاس الامم الاسيويه. البطوله الرابعه اتلعبت في سنه 1968 في جمهوريه ايران بمشاركه 5 منتخبات، وقدر منتخب ايران ان هو يحقق اللقب الاول في تاريخه، ومن هنا ابتدت سيطره ايرانيه على البطوله هنقولها دلوقتي. البطوله الخامسه كانت في سنه 1972 في تايلاند بمشاركه 6 منتخبات، وقدر منتخب ايران ان هو يحافظ على اللقب ويحقق اللقب الثاني على التوالي والثاني في تاريخه، علشان يبقى تاني منتخب بعد منتخب كوريا الجنوبيه اللي يحقق اللقب مرتين ورا بعض. البطوله السادسه كانت في سنه 1976 ورجعت تاني مره تنظيمها لايران بمشاركه برضه 6 منتخبات، وقدر المنتخب الايراني انه يحقق اللقب الثالث على التوالي والثالث في تاريخه، علشان يبقى منتخب ايران هو اول منتخب في تاريخ قاره اسيا اللي يقدر يحقق اللقب 3 مرات ورا بعض. ومن ساعتها ولغايه دلوقتي وقفت تتويجات المنتخب الايراني بالبطوله، ووقف رصيده عند 3 القاب من بطوله كاس الامم الاسيويه. البطوله السابعه كانت في سنه 1980 في دوله الكويت بمشاركه 10 منتخبات، وقدر منتخب الكويت انه يحقق اول لقب للعرب في البطوله واللقب الوحيد في تاريخه في كاس الامم الاسيويه لغايه دلوقتي. البطوله الثامنه كانت في سنه 1984 في دوله سنغافوره بمشاركه 10 منتخبات، وقدر المنتخب السعودي انه يحقق اللقب الاول في تاريخه. البطوله التاسعه كانت في سنه 1988 في دوله قطر بمشاركه 10 منتخبات، وقدر المنتخب السعودي برضه ان هو يحافظ على اللقب بتاعه ويحقق اللقب الثاني في تاريخه والثاني على التوالي، علشان تبقى السعوديه هي ثالث منتخب بعد كوريا الجنوبيه وبعد ايران اللي تحقق اللقب مرتين ورا بعض. شوف كل ده ولسه ما جيناش عند كوكب اليابان الشقيق، ادينا جينا عنده دلوقتي. البطوله العاشره كانت في سنه 1992 في دوله اليابان، بس المره دي عدد المنتخبات بدل ما يزيد عن ال10 اللي ماشي عليه البطوله لا رجع تاني ل8 بمشاركه 8 منتخبات، وقدر المنتخب الياباني انه يحقق اللقب الاول في تاريخه في البطوله. البطوله رقم 11 اتلعبت في سنه 1996 في دوله الامارات العربيه المتحده بمشاركه 12 منتخب، وقدر المنتخب السعودي انه يرجع اللقب تاني ليه ويحقق اللقب الثاني في تاريخه. البطوله رقم 12 كانت في سنه 2000 في دوله لبنان بمشاركه برضه 12 منتخب، وقدر المنتخب الياباني انه يحقق اللقب الثاني في تاريخه. البطوله رقم 13 كانت في سنه 2004 في دوله الصين، والمره دي بقى عدد المنتخبات زاد ل 16 منتخب، وقدر المنتخب الياباني انه يحقق اللقب الثاني على التوالي والثالث في تاريخه، علشان يبقى منتخب اليابان هو رابع منتخب يحقق اللقب مرتين ورا بعض بعد مين بقى؟ كوريا الجنوبيه وايران والسعوديه. ودي كانت اخر بطوله زي ما قلنا من شويه تتلعب في السنين الزوجيه، وبعد كده بقى جت البطوله رقم 14 واللي كانت في سنه 2007 واللي اتلعبت في 4 بلدان هم اندونيسيا وتايلاند وماليزيا وفيتنام لاول مره في تاريخ البطوله بمشاركه 16 منتخب، وقدر منتخب اسود الرافدين المنتخب العراقي انه يحقق اللقب الوحيد في تاريخه في البطوله لغايه دلوقتي. البطوله رقم 15 كانت في سنه 2011 في دوله قطر، وشارك فيها برضه 16 منتخب، وقدر المنتخب الياباني انه يحقق اللقب الرابع في تاريخه. البطوله رقم 16 كانت في سنه 2015 في دوله استراليا بمشاركه 16 منتخب، وقدر منتخب استراليا انه يحقق اللقب الاول في تاريخه بعد انضمامه للاتحاد الاسيوي زي ما قلنا من شويه في سنه 2006. والبطوله الاخيره البطوله 17 كانت في سنه 2019 في دوله الامارات العربيه المتحده، والمره دي اترفع عدد المنتخبات من 16 ل 24 منتخب، وقدر المنتخب القطري العنابي انه يحقق اللقب الاول في تاريخه. بعد ما استعرضنا كده سجلات البطوله وسجلات الابطال، هنلاقي ان المنتخبات العربيه على مدار تاريخ البطوله قدرت تحقق اللقب 6 مرات، بواقع 3 مرات للمنتخب السعودي، ومره للمنتخب الكويتي، مره للمنتخب العراقي، ومره للمنتخب القطري. وبرضه هنلاقي ان منتخبات شرق اسيا قدرت تحقق اللقب 6 مرات، بواقع 4 مرات لمنتخب اليابان ومرتين لمنتخب كوريا الجنوبيه. اما منتخبات غرب اسيا فقدرت تحقق اللقب 9 مرات، بواقع 3 مرات لمنتخب ايران، 3 مرات لمنتخب السعوديه، مره للكويت، مره لقطر، ومره للعراق. ولو احنا كده ما بيننا وما بين بعض كده اعتبرنا انه في منطقه اسمها جنوب اسيا زي ما في شرق اسيا وغرب اسيا عند الاتحاد الاسيوي لكره القدم، فنقدر نقول ان منطقه جنوب اسيا دي حققت اللقب مره واحده على ايد المنتخب الاسترالي في سنه 2015. اما بقى لو جينا بقى رتبنا المنتخبات مين الاكثر حصولا على اللقب لمين الاقل حصولا على اللقب بعد ما استعرضنا 17 بطوله، هنلاقي ان منتخب اليابان هو اكتر منتخب حصل على لقب البطوله ب4 مرات، وبعد كده منتخب السعوديه
ومنتخب ايران كل واحد فيهم عنده 3 القاب. بعد كده منتخب كوريا الجنوبيه عنده لقبين. وبعد كده هنلاقي انه في اكتر من منتخب عنده لقب واحد، زي الكويت، زي قطر، زي العراق، زي استراليا. اما بقى لو قلنا مين هو انجح منتخب على مدار تاريخ البطوله، فبدون شك هو منتخب كوريا الجنوبيه، واللي قدر يوصل للمربع الذهبي 10 مرات من اصل 17 بطوله، بواقع مرتين قدر يوصل للمباراه النهائيه ويحقق اللقب في سنه 1956 و 1960، وبواقع 4 مرات قدر يوصل للنهائي ويحقق مركز الوصافه، وده كان في سنوات 1972 1980 1988 و2015. وبواقع 4 مرات قدر يوصل للمربع الذهبي ويحقق المركز الثالث، وده كان في سنوات 1964 2000 2007 و2011. اما بقى لو جينا نشوف بقى مين اكتر بطوله تسجل فيها اهداف، فهنلاقي ان بطوله 2019 الاخيره اللي فاتت في الامارات هي اكتر بطوله تسجل فيها اهداف في تاريخ كاس الامم الاسيويه، بعد ما تسجل فيها 130 هدف بواقع 2.5 هدف في المباراه الواحده. اما بقى وسبحان الله عشان شكلهم العفش، فاقل بطوله تسجل فيها اقل عدد من الاهداف كانت البطوله اللي اتلعبت في دوله الاحتلال الصهيوني سنه 1964، بعد ما تسجل فيها 13 هدف بس بواقع 2.17 من 100 هدف في المباراة الواحدة. اصل هم دايما معروفين كده وشهم يقطع الخميرة من البيت ووشهم نحس دايما. اما بقى البطولة اللي تسجل فيها اعلى معدل اهداف، ركز، اعلى معدل مش اعلى اهداف، البطولة اللي تسجل فيها اعلى معدل من الاهداف كانت اول بطولة في سنة 1956، واللي تسجل فيها معدل اهداف 4.5 هدف في المباراة الواحدة. اما البطولة اللي تسجل فيها اقل معدل من الاهداف فكانت البطولة اللي اتلعبت في قطر سنة 1988، واللي تسجل فيها اهداف بمعدل 1.67 هدف في المباراة الواحدة. خليني اقول لك برضو انه على مدار تاريخ البطولة واللي اتلعبت في 17 نسخة، قدر المنتخب اللي بيستضيف البطولة صاحب الارض والجمهور انه يحقق اللقب في 10 مرات. يعني البطولة بتحب ان هي تروح للبلد المستضيف. الكلام ده حصل لاول مرة وابتدى لاول مرة مع كوريا الجنوبية في سنة 1960، وبعد كده مع دولة الاحتلال الصهيوني في سنة 1964، وبعد كده مع ايران في سنة 1968، وبعد كده مع ايران تاني في سنة 1976، وبعد كده مع الكويت في سنة 1980، وبعد كده مع اليابان في سنة 1992، واخيرا مع استراليا في سنة 2015. قطر وايران بقى هم اكتر بلدين استضافوا البطولة بواقع مرتين لكل دولة تستضيف البطولة. يعني مثلا ايران استضافت البطولة مرتين، مرة في سنة 1968 ومرة في سنة 1976، وقطر هي كمان استضافت البطولة مرتين، مرة في سنة 1988 ومرة في سنة 2011. وخليني اقول لك بقى ان البطولة اللي هتتلعب المفروض السنة دي هتتلعب في شهر يناير السنة اللي جاية ان شاء الله 2024، لان احنا زي ما احنا قلنا في البداية ان البطولة بتتلعب بالسنين الفردية، واخر بطولة اتلعبت في سنة 2019، فالبطولة اللي بعدها المفروض تتلعب في سنة كام؟ 2023، ولكن تم ارجاء البطولة عشان تنطلق في يناير 2024. البطولة دي اللي هي هتتلعب السنة دي كانت المفروض ان هي هتتلعب في دولة الصين، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا ايام ما كان منتشر في دولة الصين، فالصين اعتذرت عن البطولة، فالاتحاد الاسيوي لكرة القدم اسند تنظيم البطولة لدولة قطر علشان تستضيف النسخة الجديدة اللي هتتلعب من بطولة كاس الامم الاسيوية، وعلشان اول ما تستضيفها دولة قطر تفض الشراكة مع دولة ايران، وتبقى دولة قطر هي اكتر دولة استضافت البطولة بواقع 3 مرات. لازم تبقى عارف برضو ان ايران وكوريا الجنوبية هم اكتر دولتين شاركوا في اكبر عدد من النسخ في تاريخ البطولة بواقع 14 مرة لكل منتخب. ولازم تبقى عارف برضو ان منتخب ايران هو اكتر منتخب حقق اكبر عدد من مرات الفوز في البطولة بواقع 41 مباراة فوز لمنتخب ايران. ولازم تبقى عارف برضو ان المنتخب اللي حقق اكبر عدد من مرات الهزائم في البطولة هو منتخب الصين، واللي اتهزم في 20 مباراة في تاريخ البطولة. ولازم برضو تبقى عارف ان منتخب ايران بجانب ان هو اللي لعب اكبر عدد من المباريات، فهو برضو اللي سجل اكبر عدد من الاهداف في تاريخ البطولة بواقع 131 هدف سجلهم المنتخب الايراني. وزي ما قلنا برضو ان منتخب الصين هو اللي تلقى اكبر عدد من الهزائم بواقع 20 هزيمة في تاريخ كاس الامم الاسيوية، فهو برضو المنتخب اللي استقبل اكبر
اكبر عدد من الاهداف في تاريخ كاس الامم الاسيويه بواقع 65 هدف استقبلهم منتخب الصين في كاس الامم الاسيويه. اما بقى لو جينا للمدربين وقلنا مين هو اكتر مدرب قدر يحقق لقب البطوله، فهنلاقيه هو البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا، واللي قدر يحقق اللقب مرتين، والمرتين كانوا مع منتخبين عربيين. اول مره كانت مع منتخب الكويت في سنه 1980، وتاني مره كانت مع منتخب السعوديه في سنه 1988. اما بقى الهداف التاريخي لكاس الامم الاسيويه فهو المهاجم الفذ مهاجم المنتخب الايراني السابق علي دائي، واللي مسجل 14 هدف في تاريخ البطوله. ولو اتكلمنا عن الهداف التاريخي للعرب في كاس الامم الاسيويه فهم مش لاعب واحد، دول اتنين: علي مبخوت نجم المنتخب الاماراتي، والمعز علي نجم المنتخب القطري، واللي كل واحد فيهم مسجل 9 اهداف في بطوله كاس الامم الاسيويه. المعز علي برضو مهاجم المنتخب القطري عنده رقم مميز جدا. المعز علي هو اللاعب اللي سجل اكتر عدد من الاهداف في نسخه واحده من كاس الامم الاسيويه، وده بعد ما قدر ان هو يسجل ال9 اهداف بتوعه كلهم اللي سجلهم في كاس الامم الاسيويه سجلهم في بطوله واحده، وهي بطوله 2019 اللي فاتت في دوله الامارات. اما بقى اول هاتريك اتسجل في تاريخ كاس الامم الاسيويه فقدر انه يسجله لاعب المنتخب الايراني السابق حسين كلاني في المباراه اللي جمعت ما بين ايران وما بين العراق في دور المجموعات في دوره 1972، في المباراه اللي خلصت بنتيجه 3-0 لمنتخب ايران، واللي قدر فيها حسين كلاني انه يسجل ال3 اهداف بتوع المنتخب الايراني ويسجل اول هاتريك في تاريخ كاس الامم الاسيويه. لو جينا بقى نتكلم بقى عن اكبر عدد من الاهداف قدر يسجله لاعب واحد في مباراه واحده فهو سوبر هاتريك. سوبر هاتريك يعني 4 أهداف قدر يسجلهم لاعب واحد في مباراة واحدة. الرقم ده مش للاعب واحد، الرقم ده ل5 لعيبة هم أصحاب المركز الأول. 5 لعيبة قدروا إن هم يسجلوا سوبر هاتريك في مباراة واحدة في تاريخ كاس الأمم الآسيوية. أول لاعب قدر يحقق الإنجاز ده ويسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة كان لاعب المنتخب الإيراني السابق بهتاش فريبة في المباراة اللي جمعت ما بين إيران وما بين بنجلاديش في دور المجموعات في سنة 1980، في المباراة اللي خلصت بنتيجة 7-0 لمنتخب إيران. تاني لاعب قدر يحقق الإنجاز ده هو برضه لاعب المنتخب الإيراني السابق علي دائي، واللي قدر إن هو يسجل سوبر هاتريك في مباراة دور ربع النهائي في بطولة 1996 في المباراة اللي كانت ما بين إيران وما بين كوريا الجنوبية وخلصت بنتيجة 6-2 لمنتخب إيران. ثالث لاعب قدر يحقق الإنجاز ده ويسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة هو نجم المنتخب البحريني السابق إسماعيل عبد اللطيف في مباراة البحرين والهند في دور المجموعات في بطولة 2011 واللي خلصت بنتيجة 5-2 لمنتخب البحرين. رابع لاعب قدر يحقق الإنجاز ده ويسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة هو لاعب المنتخب الأردني حمزة الدردور في بطولة 2015 في دور المجموعات في المباراة اللي كانت ما بين الأردن وفلسطين وخلصت بنتيجة 5-1 للمنتخب الأردني. أما بقى خامس لاعب وآخر لاعب قدر يحقق الإنجاز ده ويسجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة فهو المعز علي نجم المنتخب القطري في البطولة الأخيرة في سنة 2019 في دور المجموعات في المباراة اللي كانت ما بين قطر وكوريا الشمالية واللي خلصت بنتيجة 6-0، وقدر المعز علي ان هو يسجل من ال6 دول 4 أهداف خاصين بيه. اكتر لاعب بقى قدر ان هو يحقق لقب البطولة ويرفع كاس البطولة ويتوج مع منتخب بلده بكاس البطولة فهو لاعب المنتخب الإيراني السابق برويس قليش خاني، واللي قدر ان هو يتوج باللقب 3 مرات، وال3 مرات دول كانوا مع منتخب بلاده في ال3 مرات اللي أخدها منتخب بلاده في سنة 1968 1972 و1976. ولو جينا بقى نشوف اللاعب اللي شارك في أكبر عدد من نسخ البطولة فهنلاقيه هو لاعب المنتخب الأوزبكي السابق إجناتي نستروف، واللي شارك في 5 بطولات لكأس الأمم الآسيوية على التوالي بداية من بطولة 2004 2007 2011 2015 و2019. ده اللاعب اللي شارك في اكبر عدد من نسخ البطوله. لكن لو جينا بقى للاعيبه العرب وشفنا مين هو اكتر لاعب قدر يشارك في اكبر عدد من نسخ كاس الامم الاسيويه فهنلاقيه ان هو مش لاعب واحد، دول 8 لعيبه عرب شارك كل واحد فيهم في 4 نسخ من كاس الامم الاسيويه علشان يبقى هم اكبر اللاعبين العرب مشاركه في كاس الامم الاسيويه. اللاعيبه دول هم وليد عبد الله وسعود كريري من المنتخب السعودي، عدنان الطلياني واسماعيل مطر من المنتخب الاماراتي، يونس محمود من المنتخب
المنتخب العراقي، عامر شفيع حارس المنتخب الأردني السابق، وأخيرا بلال محمد لاعب المنتخب القطري. كل دول شاركوا في 4 نسخ من كأس الأمم الآسيوية. خليني أقول لك إنه سفاح المنتخب العراقي يونس محمود هو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة اللي سجل في 4 نسخ مختلفة من كأس الأمم الآسيوية. مفيش لعيب لا قبليه ولا بعديه قدر يحقق الانجاز ده لغايه دلوقتي. لو انت بقى بتسالني عن اسرع هدف اتسجل في تاريخ البطوله، فخليني اقول لك انه اسرع هدف اتسجل في تاريخ البطوله كان عن طريق لاعب عربي، وهو لاعب المنتخب الاماراتي علي مبخوت في مباراه الامارات والبحرين في بطوله 2015. الهدف ده اتسجل بعد 14 ثانيه بس من انطلاقه المباراه. على مدار تاريخ كاس الامم الاسيويه، المباراه اللي شهدت أكبر حضور جماهيري كانت النهائي في سنة 1976 ما بين إيران والكويت. المباراة دي اتسجل فيها رسميا حضور 100,000 مشجع لمشاهدة المباراة، وطبعا البطولة دي كانت في إيران، وبسبب أن النهائي كان فيها المنتخب الإيراني فالحضور الجماهيري كان طاغي جدا، فعلشان كده دي أكتر مباراة أو أكبر مباراة اتسجل فيها أكبر حضور جماهيري. أما بقى المباراة اللي شهدت أقل حضور جماهيري فكانت في سنة 1980 ما بين كوريا الشمالية وبنجلاديش، اتسجل فيها رسميا حضور 300 مشجع بس. مش عارف أصلا هم جم على نفسهم وراحوا يشجعوا ليه بس. وزي ما قلت لك يا عزيزي إن بطولة السنة دي إن شاء الله هتتلعب في دولة قطر، واللي من المتوقع إن هي تكون واحدة من أروع بطولات كأس الأمم الآسيوية، إذا ما كانتش هي هتبقى أنجح بطولة، وده نظرا لأنها هتتلعب على الأراضي وهتتلعب في البلد اللي استضافت آخر نسخة من كأس العالم، والنسخة اللي كانت الأروع والأجمل والأحلى بشهادة الجميع. فعلشان كده الجميع متوقع إن هي تكون نسخة ناجحة جدا 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 من كأس الأمم الآسيوية. دي باختصار كانت بعض الأرقام وبعض السجلات وبعض الحقائق اللي حصلت في كأس الأمم الآسيوية. أنت برضو لو عندك أي ذاكرة أو لو عندك أي لحظة ما تنساهاش في كأس الأمم الآسيوية، سيبها لي في التعليقات وقول لي بوجهة نظرك مين هو أحلى منتخب شفت ليه أداء في كأس الأمم الآسيوية، مين اللاعب اللي مش ممكن تنسى له أداء في كأس الأمم الآسيوية، إيه هي اللحظات اللي مش ممكن تنساها في بطولة كبيرة وقوية زي كأس الأمم الآسيوية. ولو أنت لسه مكمل معايا لغاية دلوقتي فأنت على عيني وعلى راسي وتسلم لي يا كبير. انزل بقى على طول، لو لسه ما عملتش سبسكرايب اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زرار الجرس، ولو عجبتك الحلقه اعمل لها لايك كتير بقى، وصلوا الحلقه دي للايكات كتير، واعمل لها شير في كل مكان علشان يشوفها اكبر عدد من المتابعين. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحدوته جديده من حواديت الرياضه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.